ونخص بالترحيب في صالون الشعر والندم بقصر الجزائر حسين جابر الاستاذ الدكتور الشاعر والناقد الادبي الكبير فوزي خضر. الدكتور فوزي خضر المؤلف الاذاعي والدرامي الكبير، صاحب البرامج الشهيره كتاب عوالم علامه العالم، شمس الاسلام، فشل غدا، يعني اسماء كثيره جدا من البرامج الاذاعيه، لكن يبقى انه الشاعر الاكبر وحائز الجوائز الدوله عن تقدير واحترام، بمعنى انه لاحظت انا ذلك وارحب بكم جميعا. ارحب بالشاعر الاستاذ محمود عبد الصمد زكريا والاستاذ شريف عبد البديع من كبار رجال السياحه في مصر حقيقه ما بين اسوان والغردقه وشرم الشيخ. وارحب بكم بالحاج محمد سالم والاستاذ حسين عبد اللطيف والاستاذ الطيب ومحمد نبيل وعلى حنين الخير الاسره الجميله وريهام عاطف مجموعه. استاذ ابراهيم. اما الاستاذ ابراهيم عبد الله، ارجوكم يا جماعه ما تسرقوش في الجمل. انا بعمل حاجه اسمها تجزيء درامي للتقديم. لازم نشارك. هستنى كل الاسباب. لازم بدوس. ومعنا ايضا مصطلحات الدراما جنبك. انا بطلع عشان اصلحها. يا محمود انا اختك لكي يصور بي فاتعالى. احنا الدكتور فوزي ربنا يخليك ان شاء الله اكتر. هو عارف انا بقول له ربنا يخليك، اللي ملوش كبير يشتري له كبير. استاذ ابراهيم عبد الله رجل الاجتماعيات، لك وعايز الفنون والاداب والعلوم الاجتماعيه، اللي هي العلوم الاجتماعيه والعلوم الانسانيه. ففي هذه الناحيه او هذه الطريق ياتي الاستاذ ابراهيم عبد الله في النواحي الاجتماعيه في النواحي الانسانيه. اذا الابداع ليس في مجال الادب ولا الفنون بعامه، ولكن في شتى الوان الحياه يمكن ان تبدع، يمكن ان تبدع في اي شيء، ولكن للادب خاصه اهتمام لدينا وهم، وعلينا ان نشبع هذا الهم ونهتم لكي نرقى ولكي نقدم الجميل الارض. من هنا اسمحوا لي ان اؤكد على اهميه وجود الدكتور فوزي خضر في فتره الاجازه السنويه او السنويه في زيارته لمصر. الدكتور فوزي خضر عندما يقدم رحله شعريه مبهره تماما مع جيل كبير جدا من جيل نهايه الستينات واوائل السبعينيات بشكل مهم جدا، فياتي مقتحم كما قال الاستاذ فاروق شوشة شعراء مقتحمون. اول هؤلاء الشعراء المقتحمون فوزي خضر، سامح درويش بورسعيد، جميل عبد الرحمن، وهكذا، شبلول، مبارك، اسماء طيبه ومقتحمه من وجهه نظر الكاتب. وانا انظر كتاب لديه كتاب شعراء مقتحمون، فاسماء كثيره، فلان عبد الله الانور من هؤلاء، الرفاعي عبد الحميد محمود، وهكذا. هي كتابات منصفه لجيل من وعقد من العقود التي تضافرت فكونت نخبه جديده من الكتاب. الدكتور فوزي خضر ايضا هو الباحث الادبي المقتحم في مجال الجاد. حتى عندما تصدر للماجستير كان جدا في الرساله الجامعيه، وكان جدا في رساله الدكتوراه. اذا هذا المبدع عندما يتصدى لعمل يدخل العمل بشروط هذا العمل وقانون هذا العمل، وهذه سر النجاح. اضافه يعني لمن يرفض، محمد نبيل انت تحب تاخذ مني بعد النقاش كده، فانا اقول لك اذا كان على المبدع ان يبدع ويتقن الابداع ويحسن العمل فيدخل الى العمل بشروط العمل وقانونه وليس بقانون هذا المبدع. انا اكتب القصه القصيره. كان محمد مكيوي متسابقا في مسابقه للقصه القصيره على مستوى العالم، ففاز بالمركز السابع على مستوى العالم دون قدماء الاسكندريه كتاب الاسلام. واخذ المركز الثاني ايضا بنفس الشرف. القصه القصيره. اذا هو فسالت الاستاذ مكيوي، كنا على المقهى التجاري،
والله العظيم كنا في الممر اللي هو الخلفيه كده، بقول له صوت الجو ده لم تكتب قصه قصيره. قال لا انا لسه انتهيت من كامل الخلعي مسرحيه مصريه وهأصدرها وأوصلها بالفعل. أنا عندما أكتب يا جابر، وكان يقول لي يا أستاذ جابر، يعني راجل محترم جدا، راجل أنا ابنه وتلميذه يعني. عندما أكتب بشروط العمل أو بقانون العمل، أتقمص شخصية الكاتب أشخاص أو الرواية. وعندما أكتب المسرح أكتب ذكريات المسرح. عندما أكتب أشياء الزجل أو أكتب ذكريات الزجل. عندما أكتب الموشحات الأندلسية، وهذه مفتقدة لدى محمد مكيوي ولا يعلم عنها شيء أبناء، ولكن أشيد بها لأنه في بعض الندوات تلا علينا من موشحاته الجوية الأندلسية، فكان مبدعا حقا، ولكننا لم تصدر بشكل أو بآخر. أصلت، ولكن هذه الإطالة هي للحب، ولكي يضوع عبق أو عطر المحبة الجميلة لوجود هذا الرجل الذي نفتقد أو نختلف، لكنه راية من رايات الإسكندرية الأدبية المنصفة المالية. يعني يجب أن هناك أسماء طيبة تحترم لطيبتها، وهناك أسماء تحترم للطيبة وعمق الإبداع، وهناك أسماء تحترم للإبداع وتفتقد الطيبة فيها، ولكن الطيبة الخلق يحترم للاثنين معا. الطيبة طيبة القلب والعطاء، وأيضا طيب العبق الإبداع الثري الجميل. والله أنا لا أمدحه ولكني ولا أقصرك، ولكني أؤكد على مسامعك أن المختلف أو الغريب عن الوطن يحتاج إلى أن ينظف أذنيه بكلمة البلاد صريحة. يعني أعتقد أنك في وقت من الأوقات تشتق لكلمة مصر، وتفتح التلفزيون عبر الفضائيات لسمعنا كلمة مصر. والله يعني الغريب عن الوطن يحتاج لكلمة صريحة. يعني أنت مصري، أنا مصري، مش هتقدر دي، ولكن في قلب الوطن هو يلجأ إلى التوريات والتشبيهات البلاغيات لا يفقد، لكنه مصر بالفعل رفض الآن في حالة الدخول.